بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. اعمل لكم وصفة النهاردة جديدة، جات لي بطاية من البلد من الحبايب، وان شاء الله اعملها معاكم. حط لايك اشتراك. حط لايك على رأي رول، حتى لو مش عشان خاطري يبقى عشان خاطر رول. انا هتفرج هنا عليك. بصلاية، بشرت بصلاية وانا بحب ابشرها، بحب ابشرها واحط عليها بس حتة توم صغننة كده. ريحة الفلفل الاسود شديدة، وادعكها بقى في يعني كده كويس. بسم الله. وهنجيب بقى البطاية، انا غسلاها اصلا كويس ونقعها في مية وخل وليمون وما شاء الله يعني. ابتدي بقى ايه، احاول على قد ما اقدر كده اتبل بقى البطاية معايا فتحات كده. بسم الله كده تبلتها بقى الملح وفلفل وهقطع عليها بصلايه كمان عشان اسلقها بيها. كام واحده حبهان كده، بس يا ريتكم تفتحوهم كده من جوه، واحده قلبها برضو، كام واحده مستكه كده. كده خلاص بقت جاهزه. هسيبها شويه في التتبيله، هسيبها بقى شويه في التتبيله كده وبعدين اولع عليها. حطيت بقى الزيت، قلت اعمل لهم جنب البطه اللي جايه لنا هديه دي شويه محشي كده في البرد ده يدفيهم. حطيت شويه زيت وحته زبده. انا بحب احط شويه كمون كده صغيرين يدوا ريحه، شويه فلفل اسود ريحتهم تطلع كده. والبصل بقى انا بحب اخرط البصل، يعني ما بحبش ابشره ولا اضربه في الكبه، وانا بحب البصل زياده شويه للمحشي، طبعا بيودي طعمه كده في حته تانية. بس بعد يعني زيادة البصل الفظيعة دي، الواحد مثلا لو كان بيحط 6 بصلات بقى يحط 4، لو بيحط 3 يحط كده يعني. هبتدي بقى اشوحها تشويحة كده كويسة وارجع لكم تاني. كده البصلاية ابتدت تتحمر كده شوية، احط لها بقى، انا مبحبش احط الثوم من الاول عشان ما يعني ما يتحرقش. احب احطه كده لما خلاص يعني هنزل الطماطم عشان ايه ريحته تطلع كده. ما شاء الله اللهم بارك. ارجع لكم ما شاء الله، مش قادره اقول لكم بقى ريحه البصلايه مع الفلفل مع الكمون مع شويه الثوم دول ريحتها حلوه جدا. كده خلاص ابتدى يحمر، انا ما بحبش احمره اكتر من كده. وهنا الطماطم ما شاء الله، انا يعني ولا بتحتاج يعني، انتوا لو حابين بقى تضربوا فيها فلفل احمر يدوكوا اللون ممكن، لكن انا يعني ما بحتاجش اضرب فيها حاجه، لان انا يعني عملتها معاكم قبل كده على القناه جميله جدا. بسلقها وكده، بس هحط لها شويه صلصه كانت عندي وهسيبها بقى تتسبك وارجع لكم تاني. ما شاء الله بصوا، انا مش عارفه انتوا شايفين من البخار ولا لا. بصوا بقت حمرة، يعني مش عارفه هي باينه ولا لا، حمرة دمي يعني ما شاء الله. هحط لها شويه سكر كده عشان الحموضه، وانا لسه سايباها بقى بتكمل ايه، بتكمل تسبيك. اللهم صل على النبي، اللهم ذكرنا يا رب العالمين. ارجع لكم تاني. ما شاء الله هنا البطايه قربت تستوي، انا حطيت لها طماطميه لان الطماطم بتشيل اي زفاره خالص. انا ما شاء الله غسلها كويس جدا والفلفل الاسود كمان. تعالوا بقى، هنا غسلت الرز كويس ونشفته ما شاء الله، وهنا الطماطم اتسبكت كويس جدا. بصوا ناشفه يعني ما شاء الله تبارك الله. بصوا يعني حاجه بسيطه وخلت الرز ايه يعني، بصوا احمر جدا ما شاء الله. ما شاء الله
اللهم بارك. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا دايما يا رب. هنا فلفل اسود وبابريكا وكمون. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنا بقى الكزبره والشبت وبقدونس. انا ما بحطش بقدونس كتير، وبحب الخضره تكون كتير فيه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. ابتدي بقى اقلب كويس. ما شاء الله كده الخلطه معايا كويسه. وانا الكرنب انا سلقته، وهنا بقى بقطع عروق الكرنب، بقطع الخضره، اي حاجه يعني. وهبتدي بقى احشي. الاسبوع اللي فات كنا متجمعين عند ماما، وبعدين اخواتي اكلونا المحشي ني. كنت انا في عزومه ساعتها، تضحكي، كنت انا في عزومه، وبعدين رجعت متاخره وايه، ما قدرتش اساعدهم بقى في المحشي. فردوا في الكرنب من تحت، ما تكتموهوش يعني، ما تفرديش بتاعت ورق كرنب كده، خليه مفرغ كده. وراحوا ايه دكين الحله دك، واستوى بقى من الحروف ومن نص ني. لازم يكون مفرغ كده من ناحيتين عشان يكون حلو يعني. ما شاء الله ما شاء الله يكفي. ابعت طبق كمان لماما. مش ورق ماله هو كده. احشي بقى على طول كده وانا واقفه. البطه كمان قربت بقى تستوي، وايه وارجع لكم تاني. ما شاء الله اللهم بارك. كده حليت حشيت الحله. بصوا ما شاء الله. ابتدي بقى احط لها الشوربه. اصلا صلصته حلوه. لو انتوا عايزين تزودوا الصلصه بتزودوا معلقه كده، هتديكوا وش حلو للمحشي كده. لازم تهزوها عشان ايه تفرغ كده، تعمل فراغات. ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. بس خلاص كده لحد ما تبتدي بقى تغلي، وتغطوا عليها. ولو انتوا عايزينه بيلمع كده، حطوا ايه شوية زيت كده صغننين، يخلوا وشه يلمع كده وينزل مزفلط معاكي. علي حتة صلصة كده، او ممكن تدوبوها في الشوربة، بس هو كله هيغلي دلوقتي مع بعض. بس خلاص ما شاء الله كده البطايه استوت. وهنا معايا حته زبده، هحط لها بس حته صلصه كده صغيره، حته صلصه صغيره. وهنا بقى ايه شويه شوربه من بتاعه البطه، اسيحهم بقى كله في بعضه كده اهي، سيح خالص. واروح بقى حطها عليها اهي، اعمل لها مساج كده، امسجها في بعضها دلوقتي، هنهبرها. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يخلي الحبايب دايما يا رب. ورشة بقى فلفل وخلاص، وادخلها بقى الفرن تاخد وش. يلا ما شاء الله، شفتوا بيغلي من جميع النواحي وبيبقبق اهو. تسيبه بقى اول ما يبتدي يغلي كده يعني ينشف ميته شويه، وطوا عليه.